عمرك صحيت الصبح وقعدت على طرف السرير بتتأمل في اللاشيء لعدة دقايق، مش عشان لسه نايم، لا، عشان بتسأل نفسك سؤال مفاجئ: هو انا مين؟ وانا رايح فين؟ وليه بعمل في نفسي كده كل يوم؟ في اللحظة دي بالذات انت مش بتحس انك بني ادم عندك احلام وشغف وحياة، انت بتحس انك مجرد قطعة غيار في مكنة كبيرة جدا، مكنة ما يفرقش معاها وجودك، ولو عطلت في اي لحظة هتترمي ويجي غيرك في ثانية. سنة 2008 في 2 مخرجين من الأرجنتين قرروا ياخدوا الإحساس ده، الإحساس النفسي الغريب ده اللي بيجيب اكتئاب، ويحولوه لفيلم أنيميشن اسمه ذا امبلويمنت. الفيلم ده من غير ولا كلمة، مفيش فيه جملة واحدة اتقالت، وبالرغم من كده نجح، وده لأنه ما كانش مجرد كرتون للأطفال، ده كان مراية سودا بتمسكها قدام وشك عشان تثبت لك حقيقة النظام اللي احنا عايشين فيه. اعمل قهوتك وركز معايا كويس، لأن اللي هتشوفه في الدقايق اللي جاية هيخليك تبص لشغلك ولحياتك اليومية بمنظور تاني خالص. الفيلم بيبدأ بصوت عقارب الساعة بتتحرك وبيطلع منها صوت تحسه مقلق ومربك، بعدها بيظهر صوت منبه عالي ومزعج جدا. بيصحى بطل القصة وباين عليه الأرق والتعب، بس ملامح وشه جامدة وميتة، وعينيه عبارة عن نقطتين سود ما فيهمش أي روح. بيقوم عشان يدخل الحمام، وفي طريقه بيمد ايده بكل بساطة عشان يشغل أباجورة السرير، وهنا بنبدأ ننصدم ان الأباجورة عبارة عن إنسان شايل الأباجورة، أو نقدر نقول شغلته انه أباجورة. ولكن بيحصل حاجة غريبة جدا، وهي ان الأباجورة أو الشخص اللي قايم بدور الأباجورة النور بيفصل ثانية أو بيحصل فيه خلل، ودي نقطة مهمة جدا هنحتاجها قوي قدام، خليكم فاكرينها. وبنروح للمشهد التاني وهو في الحمام عشان يحلق دانه، وبنتفاجئ ان المرايه برضه مش جماد، المرايه شايلها شخص ودي بتعتبر وظيفته. وبتتولى المشاهد السرياليه الغريبه ان البطل بيقوم يفطر، فبنلاقي السفره عباره عن بشر، وبنلاقي البطل بيحط فنجان القهوه على ظهر راجل تاني موطي على ايده ورجله عشان يكون طاوله. وكل ده وهو على طبيعته قاعد بيفطر بدون ما يحس ان في شيء غريب. ولما يجي يخرج بياخد المعطف بتاعه من على ست واقفه ثابته في مكانها كانها شماعه، ولو لاحظت على الست دي هتلاقي تفاصيل وشها نفس تفاصيل وملامح بطلنا، وخليكم مركزين في المعلومه دي عشان هنحتاجها قدام. لانك في الاول هتقول ان الراجل ده راجل غني جدا او رأس مالي ملياردير، شخص جشع مستعبد الغلابه والفقراء دول عشان يخلوه عايش في رفاهيه مطلقه مع الاساس البشري ده. بتحس بالغيظ منه وبتقول لنفسك شوف الافتراء والطبقيه وصلت لايه. بس خلي الاحساس ده معاك على جنب دلوقتي عشان هنتفاجئ من النهايه. البطل بيقفل باب بيته وينزل الشارع عشان يروح الشغل، وهنا بنكتشف ان الكابوس ده مش جوه شقته بس، ده النظام العام بتاع البلد كلها يعتبر كده. البطل بيركب تاكسي، التاكسي عباره عن شخص طبيعي بيركب البطل على ظهره ويتحرك بيه بدون ما يحس كل اللي حواليه باي حاجه غلط، كأن ده امر طبيعي ومتعودين عليه ومفيش غيره. التاكسي بيقف في الاشاره عباره عن راجل متعلق في الهواء، اول ما بيفتح سترته بتظهر ملابسه باللون الاخضر او الاحمر، فالناس تقف او تمشي، واول ما الاشاره بتفتح بنلاقي ناس كتير زيه وراكبين نفس التاكسي بنفس الاسلوب اللي هو عليه، وكلهم بيبصوا للساعة بيشوفوا الوقت. البطل بيوصل الشغل وبيكون باب الشركة عبارة عن باب بشري متحرك، ويكون عايز يطلع الأدوار العليا ويركب أسانسير. الأسانسير بيبان في الأول طبيعي، ولكن بنتفاجئ بشخص تخين مربوط بالأسانسير عشان ينزل، وبالتالي يرفع الأسانسير بالبشر اللي جواه. لو ركزنا في الوان الفيلم هنلاحظ ان مفيش ولا لون مبهج، كلها درجات رمادي وبني ميت، مفيش موسيقى ومفيش بني ادم بيكلم التاني او بيضحك. العالم ده بيجسد مفهوم فلسفي مرعب اسمه اوبجكتيفيكيشن، يعني المنظومه دي بتجرد البني ادم من مشاعره واحلامه وهويته وبتحوله لشيء، مجرد اداه بتؤدي وظيفه ميكانيكيه. انت في نظر المنظومه دي مش شخص وليك اسم او هوايه بتحبها او بتضحك مع اصحابك، انت مجرد زرار او اسانسير او اشاره مرور بتأدي مهمه معينه، ولو عطلت هيرموك ويجيبوا غيرك. البطل بيخرج من الاسانسير وبيوصل لغرفة تغيير الملابس، وبيفتح دولاب، وجوه الدولاب شماعة عبارة عن ست. واللي بنلاحظه دايما ان الاشخاص دول هم بيقوموا بوظائف جماد، بس لو ركزت هتلاقيهم بيحركوا عينيهم وبيتنفسوا طبيعيين جدا. فبيعلق البطل هدومه على الشماعة وبيقفل الدولاب، والطبيعي بعد كل ده انه يكون متجه لمكتبه وبيهندم هدومه عشان يدخل المكتب. ولكن بنتفاجئ انه بيجي قدام الباب، وبدل ما يفتح الباب بنلاقيه نام قدام الباب ومنتظر المدير عشان يجي، وده عشان هو طبعا جاي قبل المدير. ونسمع صوت خطوات شخص بيقرب وبنعرف انه المدير وصل.
ويبان ان البطل اللي انت كنت فاكره في بداية الفيلم سيد رأسمالي مستبد وظيفته في الحياة مش اكتر من انه يكون سجادة قدام مكتب مديره. وفي الساقية دي مفيش حد سيد، الكل عبيد. الراجل اللي كان بيستغل غيره الصبح وبيعتبرهم اساس في بيته، منهم اللي ترابيزة عليها منبه ومنهم اللي اباجورة هو نفسه بينداس عليه بالجزمة في اخر اليوم من اللي اعلى منه. كلنا بنستغل اللي تحتينا عشان يجي اللي فوقينا ويمسح بينا الارض. والارعب من ده كله هي التنهيدة اللي طلعت من البطل وهو مستلقى على الارض. تنهيدة ارتياح انه ادى وظيفته. الصدمة مش في قسوة المدير، الصدمة في استسلام البطل وطاعته المريضة، وانه راضي يبيع كرامته وانسانيته بالكامل لمجرد انه يحافظ على اكل عيشه ولقب موظف. الفيلم بيخلص والتتر بيبدأ ينزل والناس بتفتكر ان الكآبة دي هي النهاية، لكن لسه في مفاجأة عبقرية بعد التتر، ودي اللي قلت لكم قبل كده في اول الفيديو خليكم فاكرينها. الكاميرا بترجع تاني لبيت الشخص وبيكون لسه في شغله ومش موجود. الكاميرا مركزة على الراجل اللي كان شغال اباجورة واقف في الضلمة. الراجل ده فجأة بيبص حواليه، الملامح الميتة اللي في وشه بتتحول لملامح غضب ووعي. بيرفع ايده بيخلع غطا الاباجورة من على راسه وبيرميه على الارض بكل قوته، وبيمشي بسرعة يخرج بره الكادر نهائي. المشهد ده يعتبر هو الومضة الوحيدة للأمل في الفيلم كله. المخرج بيبعت لك رسالة مباشرة ليك انت. الوضع ده مش قدر محتوم، المنظومة دي قوية وصعب تتهد صح، بس قوتها جاية من قبولك انت، بانك تكون أداة فيها انت اللي بتديها قوتها من استسلامك ورضاك بالوضع الحالي. اول ما الراجل الاباجورة قرر انه يرفض الدور ويرمي الغطاء، المنظومة خسرت ترس من تروسها. الحرية والكرامة بتبدأ بقرار فردي، بانك ترفض تكون مجرد شيء وتفتكر دايما انك بني آدم. فيلم ذا امبلويمنت مش مجرد انيميشن مسلي، ده مرايه بتواجهنا بحياتنا اللي بنربطها كل يوم مع كرافتة الشغل. اسأل نفسك دلوقتي، يا ترى انت في حياتك بني ادم بتترك اثر، ولا سمحت للظروف والوظيفه انها تحولك لكرسي او اشاره او دواسه رجلين زي البطل او اللي كنا فاكرينه بطل القصه؟ وامتى هتاخد القرار انك تخلع الغطا ده وتسترد انسانيتك؟ وتسيب دور الاباجوره وتشوف طريقك تاني بدل ما تكون ترس في المنظومه دي مدى الحياه. كده اقدر اقول ان احنا خلاص وصلنا لاخر الفيديو. هي فكره فيديوهات جديده ومختلفه عن فيديوهات القناه، اتمنى تعجبكم جدا. ولو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير للفيديو لو حبيت الفيديو، وقول لي رايك في الكومنتات. اشوف وشكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.